ايه هي هندسه الاوامر، ايه هو الذكاء الاصطناعي، ايه هو الذكاء الاصطناعي التوليدي. الذكاء الاصطناعي الموجود حاليا لما يتم تطبيقه اكتر ده هيقضي على وظائف كتيره جدا كانت بتتعمل بالايد. العماله اليدويه هتقل جدا جدا جدا. دوله الامارات عامله استثمارات كبيره جدا في الذكاء الاصطناعي، يعني قربت ان هي تكون مركز ابتكار للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بس مش على مستوى الشرق الاوسط. الذكاء الاصطناعي في ناس منه بتعمل فلوس كتير جدا دلوقتي. امتى الانسان هيكون النسخه الاضعف؟ لو فضل بعيد، لو فضل متخوف من استخدام الذكاء الاصطناعي، لو فضل معتمد لسه على الادوات التقليديه. اللي هيستثمر في نفسه دلوقتي وقته بس مش فلوسه، وضعه هيختلف. مهم جدا ان يكون في تشريعات ويكون في ضوابط ويكون في اخلاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لان فعلا سواء الشركات او المودلز ممكن تكون خطر جدا. العصر اللي احنا فيه ده صعب. الذكاء الاصطناعي بيتطور بسرعه اكتر من ما نتخيل. معانا النهارده احمد جمال، خبير الاي اي زي ما انا مسميه، وهو حقيقي خبير في الاي اي. منورنا. والله ده نورك يعني انا مبسوط عامل جدا إيه؟ ان انا معاك النهارده. وانا الحمد كمان لله جدا. تمام. احنا هنروح فين بقى؟ الاي اي واخدنا ورايح بينا على فين؟ والله دايما بقول واخدنا على كل خير ان شاء الله. ماشي. يعني هو سؤال ليه اجابات كتير قوي بصراحه. يعني الاي اي انا كشركه او كشخص او كدوله ممكن لما اطبق الاي اي عندي واطبقه في الاعمال ياخدني ان انا الانتاجيه تتحسن، فبالتالي يعمل ريفينيو، يعمل ار او اي. صح. الاي اي ذات نفسه بقى رايح على فين؟ اي اي كتكنولوجيا رايحين لحاجات اكبر بكتير جدا. دلوقتي احنا في لارج لانجويج موديل، اللي هي اللغات الذكاء الاصطناعي الضخمه اللي هي زي شات جي بي تي اللي احنا بنستخدمها في الاستخدام اليومي. ده ذكاء اصطناعي توليدي. دلوقتي انتقل لحاجه اسمها الذكاء الاصطناعي التوكيلي. الذكاء الاصطناعي التوليدي انت لازم تساله سؤال عشان يرد عليك، زي شات جي بي تي وجيميناي والحاجات دي كلها. التوكيلي لا، هو ممكن ياخد القرارات بنفسه، يعمل مهام تديله مهمه ان هو يبعت ايميل ويرد على العملاء ويعمل ماركتنج كامبين وياخد قرارات ماليه. فده الذكاء الاصطناعي التوكيلي. اوكي. اللي هو احنا قلنا ده يعتبر ده اللي الشركات بتستخدمه اكتر. وعلى المستوى الشخصي كمان، انت لو عملت لنفسك اوتوميشن مثلا للانستجرام بتاعك او للواتساب بتاعك، فبالتالي تعرف ترد على الناس اسرع، تديهم خدمات اسرا. فده اكيد هيديك هيفيدك، يعني يحسن اعمالك اي عمل او يحسن البيرسونال براند بتاعك جدا. وللشركات طبعا بيعملوا اتمته للاوتوميشن. ده اوريدي احنا فيه. كمان المرحله الثالثه بقى الناس بتتكلم عليها، اللي هو احنا بنتكلم على التكنولوجيا، بنتكلم على الاي جي اي، ارتفيشال جنرال انتليجنس، اللي هو الذكاء الاصطناعي العام. اوكي. واللي هو هيحسن كتير من تجربه الروبوتات، زي ما انفيديا دلوقتي شغاله على مشروع هيومانويد، وتسلا برضو شغاله على مشروع روبوتات، او الهيومانيزيشن اللي هو الروبوتات تكون اقرب للتعامل البشري. اوكي. يعني هيكون في لغات ذكاء اصطناعي مخصصه تم تدريبها على الاف البيانات. تمام. سواء الروبوت ده بيقدر يفهم عربي او انجليش او لغات مختلفه، بحيث يساعد الناس او الشركات او الاعمال في المهام اليوميه. اوكي. يعني مثلا في مصانع السيارات هتلاقيهم بيشتركوا مثلا في البنتنج مثلا، او في التركيب، في الدليفري، في الدرايف ثرو وانت بتجيب قهوه ممكن يكون واقف روبوت. ليه؟ لان الذكاء الاصطناعي الموجود حاليا لما يتم تطبيقه اكتر زي ما احنا شايفين استخدامه والتطور السريع، ده هيقضي على وظائف كتيره جدا كانت بتتعمل. كنت لسه اسالك ايه الوظائف اللي ممكن تختفي مثلا بسبب الذكاء الاصطناعي؟ والله في وظائف كتيره جدا. الوظائف اللي احنا بنقول عليها اللي هي كانت مثلا داتا انتري، الناس اللي بتشتغل على الاكسل تدخل بيانات بنفسها، الناس اللي بتشتغل تكتب الدوكيومنت او الوورد سواء بنفسها او عن طريق يعني المهام اليدويه. تمام. اللي مش معتمده على الاوتوميشن. اوكي. او اللي بيتم يعني مثلا تخيل حد اداك مقال عشان تكتبه وانت عايز 4 ساعات مثلا تكتبه، وانت ممكن تعمله جنريشن بالاي اي بس 1 برومت بالابلكيشن. اكيد وظيفه زي دي هتنتهي. تمام. لكن في وظائف مش هتنتهي ولكن هتفضل موجوده، هتقل. زي يعني سام التمان بيقول ايه، قال في اخر لقاءاته، قال ان احنا هنوصل لمرحله في خلال 30 سنه يكون تكلفه انتاج ابلكيشن، ان انا ممكن اعمل ابلكيشن ويب سايت 10 سنتات او حتى دولار، وتكلفه تصليح مثلا اطار سياره او تصليح صنبور او حنفيه في البيت ممكن تبقى $1000 او $3000. لان العماله اليدويه هتقل جدا جدا جدا. فده اللي انا اقصده. ولذلك دي المرحله اللي هنشوف فيها الاي جي اي مع الروبوتكس. شايف ايه اكتر دول ابتدت تتجه في المجال ده اكتر وبتدعم فيه بطريقه مش طبيعيه؟ يعني اعتقد كلنا ملاحظين دوله الامارات طبعا. يعني بنتكلم على الشرق الاوسط او حتى على مستوى العالم، دوله الامارات عامله استثمارات كبيره جدا في الذكاء الاصطناعي. واصبحت يعني قربت ان هي تكون مركز ابتكار للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم بس مش على مستوى الشرق الاوسط. تمام. حتى هي في خطتها 2031 ان يكون الذكاء الاصطناعي يساهم ب 14% من الدخل القومي، وده رقم كبير جدا. فده يبين لنا قد ايه دوله الامارات بتستثمر في الذكاء الاصطناعي. دوله زي السعوديه كمان دول سامعين عن مشاريع كبيره هناك. ولو ارجع بالحديث عن الامارات، يعني الامارات اعلنت مشروع ستار جيت، اكبر مجمع ذكاء اصطناعي في العالم بعد اللي موجود في امريكا، بطاقه 5 جيجا وات. 5 جيجا وات دي يعني قدره تقدر تشغل 5 مليون كمبيوتر فائق السرعه في نفس اللحظه. اوكي. او مثلا نقربها للناس، يعني نفس الطاقه اللي بتشغل مدينه متوسطه، او نفس الطاقه اللي بتطلع من 4 مفاعلات نوويه للطاقه النظيفه. اوكي. فدي طاقه هتبقى موجوده
ومراكز بيانات ضخمه معتمده على معالجات انفيديا، معتمده على تكنولوجيا الاستورج من فاست ومن الداتا انجن من الشركات العالميه، وبالتعاون مع مايكروسوفت وجوجل حتى اوراكل، عشان يكون في بنيه تحتيه جاهزه للذكاء الاصطناعي، عشان يكون في عائد على الاستثمار. نقدر نقول ان الذكاء الاصطناعي فعلا بقى اذكى من البشر؟ احنا ممكن نقولها بشكل تاني، هو ممكن يكون بقى اذكى من البشر في سرعه الرد، لكنه لسه ما عندوش اي وعي بشري على الاطلاق. هو اصلا احنا كلنا بيتهيأ لنا واحنا بنتكلم مع تشات جي بي تي او مع جيميناي ان هو فاهم انا كاتب ايه. هو بالعكس خالص، هو اللي انت كاتبه ده كله مش فاهم منه ولا كلمه. هو بيعمل حاجه اسمها بيعمل NLP Natural Language Processing، تحليل اللغه الطبيعيه. بيحلل نمط السؤال، بيشوف شكله فعليا ويقارنه بسؤال عنده، ويشوف اكتر اجابه شكلها مناسق ليه. بيحولها اصلا لحروف وارقام، بيحولها لغه تانية خالص غير اللي انت شايفه. لذلك الذكاء الاصطناعي ما عندوش وعي، هو مش اذكى من البشر. وعشان كده انت لما بتديله امر، يعني انا ممكن دلوقتي اديك انت تاسك على الذكاء الاصطناعي، اقول لك اعمل لي مقال مثلا عن الذكاء الاصطناعي والشباب، انت هاني وانا احمد جمال، ويجي انا عندي تاسك انا اطلع مقال مختلف عن اللي عامله تماما. صح. ده يدل ايه؟ ان الذكاء في الاستخدام الاوامر بيديني نتيجه افضل من الذكاء الاصطناعي، اذا هو مش ذكي. صح. انا كل ما اكتب له الامر بشكل دقيق وبشكل ادق وشكل متخصص، هاخد منه اجابات بعيده عن الهلوسات وبعيده عن الاخطاء ومتخصصه اكتر في شغلي. عشان كده البرومت انجينيرنج او هندسه الاوامر من الحاجات المهمه جدا جدا اللي الناس لازم تتعلمها الفتره دي. شايف المستهلك العربي او في وطننا العربي دلوقتي جاهز اللي هو يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح؟ بالظبط، يعني سؤال حلو جدا بصراحه. وهو عشان كده انا فعلا من الحاجات اللي محركاني شخصيا ان انا اعمل كونتنت على السوشيال ميديا او اكون معاك النهارده، هو التعريف بالذكاء الاصطناعي والتعريف بادوات التمكين من الذكاء الاصطناعي، لان احنا في عصر التمكين الذاتي. وده مهم جدا، ان احنا في كورسات كتيره جدا موجوده دلوقتي اونلاين فور فري، في اكسبيرت كتير جدا موجودين في الدوله او حتى على مستوى الشرق الاوسط. فعلا محتاجين نتعلم ازاي نتعامل مع ادواته عشان نمكن نفسنا. لسه ما فيش الوعي الكافي بصراحه، لسه فيه فجوه شويه موجوده. في فجوه كبيره. لسه الناس مثلا بتستخدم الترندات فقط، او بتشتغل على الحاجات اللي ليها علاقه توليد الصور او الحاجات الفانز، يعني مش الكريتيكال قوي. لسه الناس محتاجه تتعلم الاوامر. اعمل لي صوره وانا مش عارف فرعون، واعمل لي صوره صغير وانا صغير، اعمل لي حاجات كتيره جدا. فبيستخدموا الترندات. لكن لا، الذكاء الاصطناعي في ناس منه بتعمل فلوس كتير جدا دلوقتي. في ناس بتستخدم شات جي بي تي ان هو يعلمها حاجات تعلمها الناس تكسب منه، او يعمل لها خطط معينه في الشغل او في التسويق، او يستخدم ادوات لسه ما حدش سمع عنها. انت عندك اداه مثلا، عندك ويب سايت اسمه بيز 44، عن طريق اوامر بسيطه تطلع في 5 مينت ويب سايت وابلكيشن. فتخيل انت بتقدم الخدمات دي والناس تيجي تدفع لك فلوس عشان تعملها ابلكيشن، وانت بتعمله بالاوامر بس، لمجرد هم مش عارفين. انت فاهمني؟ فلا، في يعني سام التمان بيقول اصلا هو عمل شات جي بي تي واوبن اي اي، ولكن هي منصه لينا كلنا نقدر نستفاد لو احنا هنستخدم المنصه دي عشان نقدم تطبيق حاجه تفيد تحل مشاكل الناس اليوميه او مشاكل الشركات. انت ممكن تعمل فلوس كتيره جدا. صح. وتعمل فكره يتعمل لها اكوزيشن ويجي لك فيها انفستمنت. شايف في يوم من الايام اللي ممكن الاي اي او الذكاء الاصطناعي يسيطر على العالم كله؟ بص بصراحه، يعني هو في تخوفات من الموضوع دوت. انا دايما بفتكر، وقلتها قبل كده، بفتكر افلام مارفل. لما دايما كان في شرير بيتقاتل مع كل الناس، بيخرج عن السيطره عشان بيدور على فلاشه او سوفت وير بيسيطر بيه على العالم. فانا حاسس ان ده الذكاء الاصطناعي، ان هو لو وقع في ايد الاشرار او الاغبياء فعلا ممكن يعملوا كده. واعتقد في ناس قاده كتير برضو زي سام التمان اللي لسه ثالث مره جيبه قال نفس الكلمه بالظبط. يعني تخيل انت الذكاء الاصطناعي ده بقى بعد الكوانتم كومبيوتنج وبعد الاي جي اي بقى موجود على جهاز واحد فيه الداتا بتاعت الناس كلها، وعندك تحكم فظيع، وقع في ايد الشخص الغلط. فتخوف موجود فيه فعلا. بالظبط. طيب عايز اخدك هنا في حته شويه، امتى الانسان هيكون النسخه الاضعف؟ امتى الانسان هيكون النسخه الاضعف في المعادله بتاعت الذكاء الاصطناعي والتطور اللي احنا فيه ده؟ يعني من وجهه نظري هو ما اشتغلش على نفسه بصراحه. لو فضل بعيد، لو فضل متخوف من استخدام الذكاء الاصطناعي، لو فضل معتمد لسه على الادوات التقليديه، لو ما اتعلمش اكتر، ما مكنش نفسه اكتر. هديك مثال بسيط جدا. في دلوقتي انسان هو نسخه اضعف اللي ما بيستخدمش السوشيال ميديا وما بيستخدمش الواتساب وما عندوش تواصل عن طريق الايميل. بالتالي هو اصلا ممكن ما يكونش عارف حاجات كتيره بتحصل حواليه. صح. وانت طول ما انت عندك نقص في المعلومات، الانفورميشن هي الباور، المعلومات هي الباور. طول ما هي عندك نقص انت بتضعف جدا، سواء كنت دوله او فرد او حكومه. في دلوقتي شركات كتير ابتدت تستغنى عن الموظفين بتوعها. حلو. واستبدالهم باي اي زي المودريتورز مثلا في الابلكيشنز بتاعت الشورت فيديوز والكلام ده. يعني اقول مثلا تيك توك وميتا الاثنين عملوا لاي اوف كبير قوي لعدد الموظفين. تمام. واستبدلوا كل حاجه بالاي اي. اوكي. شايف اللي ده يعني كمان كام سنه الناس دي هتعمل ايه؟ الناس دي هتشتغل ايه؟ والناس دي هتروح فين؟ حلو.
يعني خليني ابدا الاول. انت ذكرت شركتين مهمين جدا دول. لما جم يعملوا اي ادوبشن يتبنوا الذكاء الاصطناعي، هم كانوا افضل ناس تعمله من غير ما شغلهم يتاثر. اوكي. لان هم اصلا يعني ميتا عامله اولما من اهم اللغات الذكاء الاصطناعي في العالم، لارج لانجويج موديل قويه جدا. لكن في شركات تانية زي دي لينجو مثلا بتعلم لغات، شركه امريكيه معروفه جدا. صح. كان عندها المنصه اونلاين، بس المدرسين هم فيزيكال بيبول بيتعاملوا مع الناس. اول ما طلع ترند الذكاء الاصطناعي في 23 جم في 24 استبدلوا تقريبا من 10 ل 20% من المعلمين بالاي اي. ايه اللي حصل؟ الساتسفيكشن عندهم نزل جدا، والناس بدات تعمل ان سبسكرايب، لان استبدال الانسان بالاي اي محتاج رحله معينه، محتاج اسسمنت، محتاج ديزاين، محتاج امبلمنتيشن، محتاج بي او سي، محتاج حاجات كتيره جدا. تمام. فمش دايما انك لو انت عندك شركه وتبادل الناس ده هينجح معاك في الاي اي، لكن انك تعمل ادوبشن تدريجي ده مهم جدا. طب الناس بقى اللي بتطلع من الاي اي بتروح فين؟ الاي اي دلوقتي بيخلق وظائف جديده. تمام. هم هيروحوا يشتغلوها، وعشان كده هم يعني انا مستغرب ان هم اصلا كانوا شغالين في ميتا مثلا وشغالين في شركات، او في منهم اكيد لقوا شغل جديد اكيد، لانهم اكيد لو تمكنوا من ادوات جديده هيطلعوا بره، بالعكس هيلاقوا شغل كتير جدا يعني. امتى بقى بدات فكره صناعه المحتوى؟ نروح شويه حلو في حته مين احمد، وبدات طيب. ازاي صناعه المحتوى، والفكره جات لك، فكره اول فيديو دي جات لك ازاي؟ يعني انا في مجال التكنولوجيا بقى لي اكتر من 10 سنين، يعني من 2012. تمام. اشتغلت في شركات عالميه، يعني جيت الامارات هنا في 2011. انا دايما كان عندي شغف في التكنولوجيا، فكنت دايما بدور على وظيفه في الشركات دي. قدام ده بالظبط في التك. فلقيت فرصه فاشتغلت في شركه زيروكس. اوكي. من اكبر شركات التكنولوجيا على مستوى العالم. قعدت معاهم 2 أو 3. بعد كده رحت كانون، برضو كنت في التكنولوجيا في مجال تطوير الاعمال. رحت اتش بي، اشتغلت مع احد شركاء انفيديا العالميين في حلول البنيه التحتيه للذكاء الاصطناعي، وده كان مدخل للذكاء الاصطناعي. فزي ما انا قاعد بتكلم معاك كده دايما عندي شغف في الكلام دوت. فدايما كل اللي حواليا يقول لي يا احمد انت لازم تصور الكلام دوت، انت لازم الناس تسمع الكلام ده، انت عندك طريقه في الكلام، المعلومات اللي عندك بس دي. انا مش شايف، انا ما كنتش شايف ده، انا شايف عادي يعني. تمام. ففي حد والله حد مهم جدا في المجال بتاع الاي اي اسمه عبد الاله رحال، هو عنده صفحه على اليوتيوب اسمها بايثون عرب كوميونتي. اوكي. وهو بيعمل نشره اخبار الذكاء الاصطناعي. فكنت قابلته في دبي بالصدفه برضه، ولقاني في مجال الانفراستراكشر وعامل مشاريع كبيره جدا وانفولف في الاي اي. فقال لي احنا لازم نصور حاجه، قال لي تعالى صور معايا بودكاست. تمام. فده كان اول بودكاست ذكاء اصطناعي قبل ما حد يتكلم في الاي اي. اوكي. فقلت له خلاص انا عايز اتكلم عن السوفرن اي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي السيادي. هو ذات نفسه قال لي ايه هو الذكاء الاصطناعي السيادي. انا نفسي اسالك نفس السؤال. فصورنا حلقه كانت حلوه جدا هنا في دبي عن الذكاء الاصطناعي السيادي، وايه الوظائف اللي بيخلقها، والشباب ممكن يركزوا في ايه. الكلام ده كان في مثلا في اول 2024 واخر 2023. اوكي. ونزلت منها ريلز، فلقيتها عجبت الناس، فبدات في المجال دوت يعني. اوكي. لو الزمن رجع بيك 10 سنين ورا، تمام، تختار نفس الاختيارات اللي اخترتها في حياتك؟ بصراحه وهاكد عليها اكتر كمان يعني. هركز اكتر وانا بختارها. اوكي. شايف انت حته الذكاء الاصطناعي دي والتكنولوجيا، مش بس الذكاء الاصطناعي يعني اختيارات زي يعني ان انا مثلا لما يكون في كورس جديد معمول عن تكنولوجيا جديده اروح احضره. الناس كانت دايما هتروح تضيع وقتك، ركز في شغلك. صح. ايه اللي يخليك تروح هناك؟ انا كنت شغال في مجال تاني مثلا، او انت لسه في كليه بتدرس تجاره او بتدرس اعمال، وتلاقي تيجي تكلم اصحابك تعالوا معايا ايفنت كذا، تلاقيهم ما بيروحوش. فكنت انا بصير وبروح لوحدي. فلما اروح الناس تعرفت على ناس، فتحوا لي ابواب اكتر، عزموني على ورك شوب فري اصلا. اتعلمت فيها نموذج جديد اتعلمت فيها مثلا ساعتها ما كانش فيه اي يعني. اتعلمت فيها حاجه كتير في التكنولوجيا. فرجعت اتكلم فيها مع الناس. فدايما كنت باخد اختيارات صعبه، بس في الاخر الامباكت بتاعها جه بعد فتره طويله يعني. اوكي. مع من 9 ل 5 كوظيفه، ولا مع لا. الفريلانس وبراحتك؟ انا عايز اقول لك حتى الوظيفه اصلا مش من 9 ل 5 يعني. انت لو شغال في حاجه مؤثره فعلا من 9 ل 5 بتروح بيفضل الايميلات شغاله وشغال. صح. هو طول اليوم طول السنه. بالظبط. ومش مع الناس اللي بتسيب وظيفتها اللي هي من 9 ل 5 عشان يفتح شغل، عشان هو مفكر نفسه مش هيشتغل من 9 ل 5 هيبقى براحته، هيبقى سي او. تمام. بالعكس هو هيشتغل بقى من 9 اول الاسبوع ل5 اخر يوم في الاسبوع. فهم. يعني متواصل. فهو الفكره مش في كده، الفكره في الانتاجيه. انا لو انا اقدر انتج شغل يوم كامل في خلال ساعه ما فيش اي مشكله. تنظيم يعني مش هقول انظم وقتي، بس اشتغل بطريقه برودكتيف، ان انا اكون عارف مثلا ان انا عندي ساعه معينه هركز فيها. يعني في طريقه حلوه قوي بتقول لك اشتغل 10 دقائق وريح دقيقتين، اشتغل 10 دقائق وريح دقيقتين، او 10 دقائق و10 دقائق بس. تاخد بريك، تفصل شويه وترجع تاني. تاخد بريك، بس مش مع من 9 ل 5 بالظبط. انا مع ان الواحد يخلص الانتاج بتاعه، يعني شوف هو عايز يوصل ايه النهارده. عايز يبعت ايميل طول اليوم، خلصه خلاص يقعد يرتاح. طيب في سؤال الناس على طول بتقوله، الذكاء الاصطناعي بشكل عام بيخدعنا او بيضحك علينا. تمام. انت مع المقوله دي ولا لا؟ كايه كذكاء اصطناعي كشات جي بي تي مثلا، او كشات جي بي تي مثلا؟ والله انا مع المقوله دي. انت عندك فيها هلوسات وفي تطبيل كمان منه. يعني انت في حاجات كتير لو ما عملتهاش قبل ما تستخدم النموذج ممكن تتخدع جامد قوي. يعني كان في ترند طلع من فتره على شات جي بي تي، حد بيساله بيقول له ينفع اصوم رمضان يجي في العيد الكبير؟ فقال له ينفع رمضان يجي في فحاجات زي كده ممكن في ناس
ما عندهاش الوعي الكامل اللي هي تفهم اذا كانت المعلومه دي مزيفه ولا حقيقيه. والله عندك حق فعلا. انا عايز اقول لك ان في انسيدنت حصلت تقريبا في امريكا، في واحد خلى واحد قتل امه وخلى واحد تاني انتحر لانه اقنعه بالموضوع. تمام. عشان كده مهم جدا تتعرف ازاي تستخدم شات جي بي تي، وازاي تقدر تعمل اسمها تخصيص الاعداد بتاعته، بحيث تديله الاوامر في الكاستمايزيشن بتاعه ان هو ما يديكش هالوسينيشن ويديك الراي، ينتقدك، ما يمشيش على هواك. عشان بيمشي على هواك دي مشكله كبيره جدا جدا. يعني لو واحد عنده اي ميول مش كويسه زي ما اتكلم عليها من شويه، بيمشي على هواي يوصله ان هو يعملها. لو عنده ميول ان هو يأذي حد تاني ممكن يشجعه يقول له انت هتعمل كده صح، عشان انت كده هترتاح بقيه حياتك لو خدت الامر ده. صح. فمهم جدا التعرف ازاي نخصص اعدادات شات جي بي تي، وازاي نتعلم الاوامر ونتعلم هندسه الاوامر، عشان لما نديله سؤال يدينا الاجابه الصحيحه بتاعته، لانه ما بيفهمش السؤال وبيفهم طريقه السؤال، وده مهم جدا. ايه الكورسات او الاماكن اللي الناس ممكن تدرس فيها الحاجات دي او تلاقيها اونلاين فين مثلا؟ يعني حلو جدا. احنا لو عايزين نبدا بايه هو الذكاء الاصطناعي وهو الذكاء الاصطناعي التوليدي وايه هندسه الاوامر، مؤسسه دبي للمستقبل بالتعاون مع وزاره الذكاء الاصطناعي بتقدم كورس مجاني اونلاين على دبي فيوتشر فاونديشن. يقدروا يعملوا سيرش في جوجل مؤسسه دبي للمستقبل مليون موجه اوامر، هيخش ياخد السيشن وياخد سيرتيفيكيت. السيشن فيها ايه هي هندسه الاوامر، ايه ازاي نتعامل مع هندسه الاوامر، ايه هو الذكاء الاصطناعي، ايه هو الذكاء الاصطناعي التوليدي. في كمان كورس بتقدمه جامعه هارفارد بالتعاون مع منصه ايدكس مجانا، مقدمه في الذكاء الاصطناعي ولغه بايثون، مهم جدا. في مبادرات عالميه زي اي اي فور جود، لو الناس عملت عليها سيرش هتلاقي فيه كورسات وتريننج بتعمل على مستوى الشرق الاوسط بشكل كامل. سدايا في السعوديه بتقدم كورسات كتيره جدا في الماشين ليرنينج والديب ليرنينج وفي هندسه الاوامر. مصر وزاره الاتصالات بالتعاون مع ايديتا برضو بتقدم مبادرات كتيره جدا. فهي بس الناس هم محتاجين ناس يعلموهم فعليا يعني. ويمكن الناس ما تعرفش عن الحاجات دي او الناس متكاسله، بس انا بقول لهم اللي هيستثمر في نفسه دلوقتي وقته بس مش فلوسه هيختلف وضعه هيختلف. زي البيتكوين من 10 سنين كده اللي اشترى وقتها. وازاي والناس اللي كانت متعلمه فوتوشوب قبل او الستريتور، والناس كانت متعلمه اكسل وباوربوينت، كان بيجي لها شغل كتير جدا. انا عايز اديك تخيل انت دلوقتي مثلا داخل تعمل انترفيو في شغل وبيسالك يعني مثلا الهايرنج مانجر بيسالك بيقول لك بتعرف تشتغل على الاكسل، طب بتعرف تشتغل باوربوينت، وتقول له لا. ده بالظبط السنه الجايه لما يجي يقول لك انت عارف يعني ايه الذكاء الصناعي التوليدي، عارف يعني هندسه الاوامر، بتقول له لا انت زيك بالظبط زي اللي ما بيعرفش الاساسيه بتاع الكمبيوتر. شايف الشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي اللي احنا فيه دلوقتي ده اخر اختراع ممكن البشر يوصلوا له، ولا لسه في مفاجآت كتير جايه؟ في مفاجآت كتير جدا، لان احنا الذكاء الاصطناعي دوت هو لسه موجود على الموبايل على الابلكيشن. التوقعات كلها نور على الايدج، هيبقى ذكاء اصطناعي طرفي في النضاره بتاعتك مدمج، وده في تجارب بالفعل موجوده. ممكن نشوف ناس كتير عامله على اليوتيوب، انت اوريدي شايف الريلز دي شغاله، بتعمل ايميلات وانت ماشي سايق، النضاره كلير وانت شايف كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي معمولها انتجريشن مع عربيتك. يعني تسلا مثلا بتعمل ايكو سيستم دلوقتي الاي اي بتاعها بالتعاون مع عندهم اكس اي اي اكبر داتا سنتر عندهم، وعندهم عربيات تسلا. وكمان متوقعين يبقى في هاتف تسلا كله ايكو سيستم مرتبط ببعضه. فالاي اي هنتقل لمرحله الايكو سيستم، انت هتلاقي براند كل براند عنده الايكو سيستم بتاعه، من اول السياره للنضاره للموبايل للتابلت، ده كله مرتبط بالاي اي. مين اخطر على البشريه، الذكاء الاصطناعي نفسه ولا الشركات اللي بتملك الذكاء الاصطناعي؟ والله سؤال اجابته صعب. حاسس ايه؟ يعني هما الاثنين بس سوء الاستخدام ممكن هو يعني عايز اقول لك حاجه، ممكن ارد عليك بطريقه ثانيه. يعني الشركات اللي بتصنع عربيات هي خطر جدا على البشريه. لو هم دلوقتي صنعوا عربيه وسابوها صح، 10 جم اشتروا 10 عربيات وعملوا اقصى سرعه بيها صح، ومشوا من غير فرامل، هيدوسوا ناس وهيخبطوا عربيات وكل حاجه صح. مين اللي بيمنع الخطوره دي؟ الدول لما تعمل التشريعات اللي هي الانظمه المروريه والقوانين والمخالفات. نفس الكلام دلوقتي بيعملوا مجلس اخلاقيات الذكاء الاصطناعي العالمي، اللي اول حد تعين فيه هو الدكتور عمر العلماء وزير الذكاء الاصطناعي في الامارات. تمام. فمهم جدا ان يكون في تشريعات ويكون في ضوابط ويكون في اخلاقيات لاستخدام الذكاء الاصطناعي، لان فعلا سواء الشركات او المودلز ممكن تكون خطر جدا. عايز اخدك في حته بعيده شويه عن الذكاء الاصطناعي، بس دلوقتي مثلا الموبايلات الجديده مثلا كايفون او كسامسونج، مش عايز اذكر براند بعينه، يعني ابتدوا اللي هو انا مش هحط الشاحن في العلبه عشان نحافظ على البيئه. الحته دي من الشركات انت شايفها اللي هو ده فعلا حفاظ على البيئه من ناحيه اللي هو الهندسه بتاعت الحاجه، ولا دي بس اشتغالات الشركات بتشتغلها للناس؟ لا، هو في توجيهات سستينابيلتي فعلا، هو الاستدامه. تمام. فانت اكيد عشان تحط الشاحن في العلبه بتكبر، فبتستخدم ورق اكبر وبتستخدم كونتينرز اكتر. بس هو ليها هدف كوميرشال وليها هدف ليه علاقه بالبيئه. الهدف الكوميرشال ان هم بيقللوا مساحات التخزين، فبدل ما كان بيشحن مليون تليفون بقى بيشحن 2 مليون، فممكن فيوصل لعدد مستخدمين اكتر قبل المنافس. تمام. لان الكرتونه القديمه كانت كبيره جدا واللي قبلها كانت اكبر، فاحنا هنوصل دلوقتي لارفع حاجه ممكنه عشان الشحن.
كمان طبعا ده بيخليك تشتري اكسسوارز من نفس الشركه، فده فيه كوميرشال، بس بيهدف البيئه برضه في نفس الوقت بينعكس على البيئه عشان بيقلل الانبعاثات الكربونيه، بيقلل استخدام الاوراق، بيقلل قطع الاشجار. الحاجات دي كلها مهمه جدا يعني. عايز اخدك في حته بعيده شويه عن مجالك شويه. شايف مع العربيات الكهرباء ولا البنزين؟ بصراحه في الاستخدام كحاجه اقدر اعتمد عليها البنزين طبعا. اوكي بصراحه يعني لان يعني ماشي بالعربيه راجع من ابو ظبي مثلا لدبي والاقيها بتديني انت هتفصل شحن بعد 5 دقائق حط الفيشه شويه واقعد بقى استنى على الفيشه عقبال ما تشحن. فهي لازم تكون العربيه الثانيه تمام. بس يعني ممكن دوله زي دوله الامارات عندها محطات شحن وبتشجع على العربيات الكهرباء، الاستخدام فيها سهل. بس في دوله زي مصر مثلا عندك مسافات 3 ساعات و4 ساعات بعيدة، السعوديه، فلسه لا مش وقتها بصراحه. بس هي كتكنولوجيا جميله. ايه البرامج اللي احمد بيحب يستخدمها في يومه؟ اي ولا اوفر؟ يعني بحب استخدم شات جي بي تي طبعا، وبستخدم جوجل جيميناي، الاثنين على فكره كل واحد ليه مهام معينه. بستخدم كانفا، يعني دلوقتي بقى مدمج جدا بالاي اي، بتقدر تعمل بيه حاجات كتيره جدا في الديزاين. بستخدم حاجه حلوه قوي ممكن الناس تستخدمها، اعتقد دي يمكن من القلائل اللي بيستخدموها، سبيك اب. اوكي يعني انا دلوقتي لو شغلت واحنا قاعدين بنعمل بودكاست، بعد ما اخلص البودكاست يديني سامري كامل عملت ايه في البودكاست وايه الاكشنز واحسن ايه في البودكاست الجاي. لو انا استخدمه في ميتنج اوكي تمام يطلع لي انا خلصت اهو، بس ادوس اوكي يقوم جاي الاكشنز والايميلز اللي بعته للمديرين والاطراف وايه، وكمان يقول لي كمان ايه علاقته بالميتنج اللي قبله. فسبيك اب ده حاجه قويه جدا. عايزك تنصح جمهورك والناس لو هيبداوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي يبداوا بايه، وايه نصايحك ليهم اللي هم ما يقعوش في الاخطاء بتاعه اللي هو يضحك عليهم او يفهموا حاجه غلط صح. او يقعوا في معلومات مش صحيحه؟ حلو، انا هبدا من اول خطوه خالص. لما دلوقتي هم خلاص اقتنعوا ان هم يستخدموا الذكاء الاصطناعي وعايزين ينزلوا تشات جي بي تي، في مشكله في الستورز من كل دوله لدوله. لما تيجي تكتب تشات جي بي تي ممكن يظهر لك ابلكيشن نفس الايكون بس هي ابلكيشن ثانيه. اوكي تمام، وهو راجل مش خبير في الذكاء الاصطناعي ولا عارف ايه هو كويس ان هو وصل للستور اصلا. فاول ما بينزله للاسف ويحط بياناته، ممكن ده يخترق بياناته وياخد بياناته او ياخد حساباته البنكيه، او يدفعه اشتراك كبير، او ما يكونش هو السورس الاساسي، فينزل برنامج اي اي ما هو شات جي بي تي نموذج ضعيف يديله بيانات ضعيفه يعملوا مشاكل في الشغل. فدايما لما اجي انزل ابلكيشن ليه علاقه بالذكاء الاصطناعي اشيك مره واثنين وثلاثه ان هو ده الابلكيشن الاصلي، اخش اشوف الريفيو، اشوف عدد مرات التحميل، اشوف واخد كام نجمه، واتاكد ان هو بالشركه الاساسيه لصاحبه التطبيق. تاني حاجه لما اجي نزلته خلاص هاجي اعمل عليه يوزر نيم وباسورد تمام، اتاكد ايه الشروط والاحكام اللي ابقى وافق عليها. انا بوافق مشاركه البيانات اجري ونيكست لا ما دي مشكله كبيره جدا. لازم اقدم شروط واحكام. لو هستخدم شات جي بي تي اتعلم ازاي اعمل كاستوم جي بي تي، ازاي اعمل نموذج متخصص في شغلي، اعمل كرييت كاستوم جي بي تي تمام. ما استخدمش النموذج المفتوح، لان لما تيجي تعمل كرييت لكاستوم جي بي تي انت بتديله تقول له انت عايز يشتغل معاك ازاي بالظبط، انت شغال في مجال ايه بالظبط وعايز منه ايه. كمان تقدر تديك الفرصه انك تعمل له تحميل لملفات بي دي اف او وورد ليها علاقه بشغلك، او لو انت طالب ده المنهج بتاعي فلو سمحت لما اسالك اسئله تجاوب من المنهج مش من جوجل صح تمام. لان مش عايز اخش تكنيكال قوي يعني، فعشان اتجنب الهلوسات. فدي يعني نصائح مهمه جدا. وكمان لو انا هستخدمه من الموبايل بتاعي، النصيحه الثالثه انزل اي يعني انزل انتي فيروس زي كاسبرسكي، بيت ديفندر، الحاجات دي كلها عشان امنع لحد دلوقتي اللي انت حتى على الموبايلات الجديده مهم اللي انت تنزل. مهم جدا جدا. كنت بحس زمان كنا بنعمل الكلام ده بس دلوقتي الاختراقات لسه شغاله لحد النهارده. شفت مش عارف انت شفت فيديو قبل كده الكاميرات بتاعه البيت وهي شغاله بالليل بيقعد الموبايل يضرب فلاش والفلاش بيبقى شغال والشاشه بتقعد تلقط لقطات لوشك وطلعت عليها اشعاعات كبيره اللي هم بيفضلوا ياخدوا بياناتنا طول ما احنا ماسكين الموبايل. بص هو لو انت منزل تطبيق في الخاصيه دي وانت وافقت عليها ممكن يحصل كده، فاهم؟ دي في الشروط والاحكام اللي الناس بتوافق عليها. احنا والله بنعمل فيريفيكيشن او كده. هو في تطبيقات انت لازم اصلا بتصور نفسك عشان تقدر تعمل اثنتيكيشن او تخش على المنصه، بس كلها بتبقى منصات معتمده تمام. يعني انا مش عارف، انت كل حاجه متوقعه. كل حاجه متوقعه. العصر اللي احنا فيه ده صعب بالظبط، خصوصا انت بتستخدم منصه بتعتمد على الكاميرا وحد اخترق المنصه دي مش هم، يقدر فعلا يخش ويشغل الكاميرا. فيتكر. نصيحه اخيره قبل ما نختم، يعني عايز نصيحه عامه ولا نصيحه عامه كده؟ والله نصيحه عامه يعني انا ما بحبش كلمه الشغف عشان انت في مجال يعني عارف هو شعره يعني فالناس كلها برضو داخله في الحته دي. يعني انا ما اعتقدش ان في دلوقتي حد حوالينا هنا معهوش شات جي بي تي وبيستخدمه وبتاع. يعني حلو حد حوالينا هنا، بس في دول تانية لسه ممكن كل 1000 حد هم تلاقي حد عارف شات جي بي تي. بس هو نصيحه انا اقولها بغض النظر عن، يعني احنا دلوقتي في عصر التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي، عدينا عصر التحول الرقمي وفي مرحله التمكين الذاتي في ظل وجود الذكاء الاصطناعي. فاي حاجه بتعرف تعملها
وانت شاطر فيها وفيها شغفك. وكلمه شغف هي كلمه بسيطه جدا يعني، اجري ورا شغفك والكلام ده حلو وكل حاجه، بس أكيد. يعني شغف يعني لما تكون انت قاعد بتعمل حاجه كده وفجاه تكون بداتها الساعه 10 الصبح، فجاه تلاقي الساعه 10 بالليل وانت مش واخد بالك، صح. بترسم رسمه، صح. بتعمل اشكال بالقلم الرصاص، بتجمع كوينز. صح. لو انت شايف دي فيها شغفك، شوف ازاي ممكن تربطها بالذكاء الاصطناعي عشان تخليها افضل وتخليها خدمه تكسب منها فلوس، وتعلم ده وابدا فيه. ولما تبدا اعمل فيه كل حاجه صغيره، ولما تبدا ما توقفش، استمر. سواء بقى كنت هتعمله في صناعه المحتوى، هتعمله كابليكيشن للناس، هتعرضوا فكره على حد، ابدا في الحاجه اللي انت بتعرف تعملها وبتبقى مستمتع وانت بتعملها جانب شغلك، او لو انت مركز تعمل بيزنس خليها هي دي. شكرا ليك يا احمد، نورتنا، واتمنى تكون انبسطت معانا والناس تكون استفادت من المعلومات العظيمه بتاعت ربنا يحفظك هاني، والله انا اتشرفت بيك جدا يعني. حبيبي، شكرا ربنا شكرا، يخليك. اتمنى تكونوا شكراً. استفدتوا.